اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. جايلكم النهاردة حبايبي بطريقة لحمة جميلة، بطريقة سهلة وبسيطة وتغيير كده حبايب قلبي. بصوا الجمال والحلاوة، والصوص بتاعها جميل دايبة دوبان، بجد عسل عسل عسل. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بايه، باللايك. يلا بينا بقى كده نبدأ الوصفة بتاعتنا الجميلة السهلة ديت، بمقادير سهلة بسيطة وموجودة عندنا، مش هتكلفنا أي مجهود. يلا نسمي بالرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا حبيب قلبي كده لحمة مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، مقطعة مكعبات كده. معايا بصل مبشور، فلفل ألوان مقطعة قطع، معايا طماطم، معايا بهار لحمة، معايا كزبرة، معايا ملح، معايا بابريكا، معايا فلفل أسمر. كده خلاص. انا جبت كده البولة اللي هقلب فيها بقى كده اللحمة بتاعتنا ديت بالخضار ده. هنزل بقى كده بالبصل والفلفل الالوان. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بقى الطماطم، هنزل بقى كده بالتوابل، وهقلب بقى الخليط بتاعنا الجميل ده. الله، بصوا الجمال، حلوة بجد تحفة. معايا بقى كوباية مية كده، ومعايا معلقة صلصة كبيرة، هدوبهم كده في المحلول ده. وهحطها بقى حدها كده، هحط بقى كده معلقة صغيرة من الملح وندوبهم. واقوم حاطه بقى كده اما ارص بقى اللحمه بتاعتنا الجميله ديت، اقوم نازله عليهم بقى بالصوص ده. جبت كده الصينيه، هحط بقى الخليط كله مع بعضه وافرده بقى في الصينيه كده. بجد هتنبهروا بقى بالنتيجه، بجد تحفه، حلوه قوي والطعم جميل. تشرفنا باي اكله، باي عزومه واي فرح، بجد سهله وبسيطه وسريعه التحضير، بجد تحفه. كده خلاص حبيب قلبي، انا هنزل بقى كده المحلول اللي انا عملته ده. بصوا شكل الصينية تحفة من قبل ما تستوي. كده هظبطها بقى كده، هحط كمان بقى شوية. مولعة بقى الفرن كده على 180 درجة في الرف الوسطاني، هتستوي واديها لون من فوق وتبقى جهزت معايا. كده خلاص، بصوا كده الجمال والحلاوة يا حبيب قلبي، تحفة بجد. تستاهل منكم بقى لايكات كتير، والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، في حفظ الله.